لو اتنين حضروا نفس الموقف تلاقي كل واحد فيهم بيحكي الموقف بطريقة مختلفة عن التاني. ليه بقى بيحكوا بطريقتين مختلفتين؟ واحد يقول هو ظلمني والتاني يقول انا دافعت عن نفسي. مين فيهم الصح؟ كل واحد فيهم شايف من وجهة نظره ان هو صح وان اللي بيقوله هو الحقيقة. طب لو قلتلك ان الحقيقة احيانا مش ثابتة لكن زوايا الرؤية هي اللي بتختلف. احنا بنختلف مش علشان بنكذب لكن علشان بنشوف من اماكن مختلفة. تخيل جبل، واحد واقف على شماله وواحد واقف على يمينه، واحد شاف الشمس وواحد شاف الظل. هل واحد فيهم كذاب ولا كل واحد شايف جزء من الحقيقة؟ احيانا الحياة بتبقى كاملة قدامنا بس احنا اللي بنحب نمسك في حتة منها ونقول دي الحقيقة. المخ مش كاميرا، المخ بيعدل، بيحذف، بيضيف، بيفسر. الذاكرة نفسها بتتغير مع الوقت والمشاعر بتتأثر على إدراكنا. يعني ممكن تبقى مقتنع جدا بحاجة وانت فعلا شايفها صح بس مش شايف الصورة كلها. طب خلينا اديك مثال تاني. اتنين اتخانقوا، واحد شايف نفسه ضحية والتاني شايف نفسه مظلوم. الحقيقة غالبا في النص بس كل واحد شايف جرحه هو بس. لو هنيجي نتكلم من الناحية الدينية فالدين بيفرق بين الحقيقة المطلقة والحقيقة البشرية. في ثوابت واضحة، قيم، مبادئ، عدل، لكن في تفاصيل الحياة اليومية الاختلاف وارد. علشان كده ربنا أمرنا بالعدل مش بالاندفاع. اخطر حاجة بقى انك تبقى مقتنع دايما ان انت صح، لان اول ما تقفل باب الشك تقفل باب الفهم. ممكن تكون شايف الحقيقة بس من نصها، ممكن اللي قدامك شايف النص التاني. الحكمة مش انك تكسب النقاش، الحكمة انك توصل للحقيقة الكاملة. في زمن السوشيال ميديا بقى كل واحد بيبني عالمه لوحده، اخبار تناسبه، افكار تشبه له، ناس بتاكد له انه صح. فنعيش في فقاعات بابلز، احنا عايشين كلنا في بابلز ومش شايف الحقيقة اصلا. قبل ما تحكم اسأل، قبل ما تهاجم افهم، قبل ما تقول انا متأكد قول يمكن في جزء انا مش شايفه. مش كل اختلاف كذب ومش كل اقتناع حقيقة كاملة، لكن الحقيقة مش نسبية، لكن رؤيتنا ليها غالبا بتبقى كده. ده كان قبل الأذان، واشوفكم في لحظة حقيقية تكون لحظة أقرب.